السلام عليكم أعزائي المتابعين في مصر والوطن العربي الكبير، كل عام وحضراتكم بخير. مشروع البقر الهولشتاين، مشروع الأحلام الكبيرة والطموحات الكبيرة، مشروع التخصص العالي، هو مشروعك بلا شك إذا كنت من أصحاب الهمم العالية والإصرار على النجاح. النهاردة هنتكلم عن المحالب، يعني نقاط الحليب، سواء المحالب الآلية أو نقاط الحليب. هندي حضراتكم نماذج بسرعة عن نماذج لمحالب في بلاد العالم المختلفة، سواء المحالب العالية في التكلفة أو المحالب البسيطة اللي ممكن يعملها المربي العادي في بيته كنقطة عشان يحصل على لبن جيد نقي، يعني قليل في أو منعدم في التلوث. هنكلم حضراتكم النهارده عن التعاقد مع المصانع، ازاي تتعاقد مع المصنع، ويعني ايه العد البكتيري اللي هو النقطة المحورية الفاصلة في التعاقد مع المصانع أو شركات الألبان. في البداية هناك نوعان من المحالب الثابتة والمحالب المتحركة. يعني في محلب البقر بيروح له، وفي محلب متحرك إلى حيث الأبقار. المحلب اللي قدامنا دون من المحالب المتميزة جدا، زي ما احنا شايفين النقطة المعبر بتمر منه البقرة ده هو اسمه نقطة الشاور، ودي مهمة جدا في أي مزرعة من مزارع الأبقار. اللي قدامنا دي طبعا محلب آلي متعدد النقاط. طبعا نلاحظ النظافة التامة، يعني قلة اليد البشرية على قدر المستطاع. كل المحلب كمبيوترايزد. شايفين مستوى النظافة سواء قبل دخول الأبقار أو بعد دخول الأبقار. النظافة دي يا جماعة هي مسؤولة بدرجة أولى عن سعر بيع اللبن بتاع حضرتك. بمعنى إن في لبن النهاردة بقري ب 14 جنيه، نفس اللبن البقري ممكن ينباع ب 8.5 وب 9 جنيه ونص في أماكن مختلفة من البلاد. الفارق في السعر طبعا بيأتي من مستوى النظافة. زي ما احنا شايفين إن المواسير اللي قدامنا دي بتمر الألبان من الحلب مباشرة في مواسير إلى تنكات اللبن دون أن تلمسها يد. شايفين تعقيم الضرع بعد عملية الحليب. طبعا المحلب بالكامل بيتم غسله بعد انتهاء عملية الحلب. النظافة تحت الأبقار فورية ومستمرة، بمجرد ما يطلع البقر يتم النظافة تحته مباشرة، عملية التنظيف. النموذج الآخر اللي احنا شايفينه ده محلب متحرك. النقطة اللي قدامنا دي طبعا دي هي المحلب. النموذج اللي فات كان محلب ثابت، النموذج اللي قدامنا ده محلب متحرك. طبعا زي ما احنا شايفين ان هو بيشتغل طبعا بنظام آلي، اللي بيركب الكاب او اللي هو يعني اجزاء المحلب اللي هي بتحتك مباشرة بالضرع. زي ما احنا شايفين عملية التنظيف والرش والرذاذ بعد تركيب الكابس. طبعا هنا اللبن برضو لا تلمسه يد، يتم التنظيف قبل تركيب مكنة الحلب وبعده. شايفين النظافة دائمة ومستمرة. طبعا النظافة بتكون يعني مطهرات ومعقمات عالية الجودة. قدامنا نموذج آخر من المحالب برضو عالية التقنية. طبعا العالم بيتطور بسرعة في نظم حلب الأبقار، الحلاب عموما، سواء الهولشتاين أو أي أنواع من الأبقار اللبن العالي الإضرار الألبان. زي ما احنا شايفين طبعا البقرة بتبقى مدربة للدخول داخل المحلب. النقطة اللي واقفة فيها البقرة ده هو نقطة الحليب. بالطبع يعني احنا هنلاحظ هنا عمليا طبعا ان الطريقه اللي بتركب بيها الكابس كلها نظام آلي زي ما احنا شايفين. طبعا هنا بعمليه الحلب لابد ان تسبقها وتعقبها عمليه تنظيف للحلمات والضرع عموما، علشان نقلل من كمية البكتيريا ونقدر نحقق نجتاز اختبار العد البكتيري عند التعاقد مع الشركات.
طبعا العد البكتيري زي ما احنا قلنا لحضراتكم هو اهم نقطه من نقاط النجاح في التعاقد مع الشركات. زي ما احنا شايفين طبعا بعض الاعلاف بتتحط الابقار اثناء عمليه الحليب دي داخل نقطه الحلب اللي احنا شايفينها. طبعا نقطه الحلب دي متحركه، اللي احنا كنا لسه البقره فيها دي متحركه، وبالتالي هي بتنتقل الى المكان زي ما احنا شايفين. بيتم تركيب الحلمات ثم عمليه النظافه التنظيف كله كله آلي كمبيوترايزد. طبعا شايفين اللون المتغير في الضلع ده بيكون نتيجه ل طبعا المطهرات اللي بتوضع على الضرع، وطبعا بيتم غسل الضرع قبل الحليب وبعد اتمام عمليه الحلب. وطبعا بقرة أخرى بتدخل إلى نقطة الحليب. طبعا بعد إتمام عملية الحلب يتم تحريك نقطة الحليب إلى المكان اللي هي مخصص إن هي تبقى فيه بقية اليوم، يعني بتنتقل إلى مكان أقرب لوجود عنابر الأبقار، يتم عملية الحلب ثم تنتقل إلى مكان حيث يتم تعقيم وتطهير نقطة الحليب، وطبعا تنتظر حتى ميعاد الحلبة الأخرى. قدمنا لحضراتكم أكتر من نموذجين لمحلب متحرك ونموذج لمحلب ثابت. دلوقتي هنقدم لحضراتكم نموذج من المحالب البسيطة التكلفة، أو يعني يقدر ينفذه المواطن البسيط أو المربي البسيط اللي عنده عدد من 10 أبقار أو 5 أبقار أو حتى يعني أكثر من ذلك بقليل. إحنا هنشوف إن المعيار الأساسي في إتمام عملية الحليب هو إنه لا تصل أيدي كثيرة إلى الأبقار أو إلى اللبن، يعني بقدر المستطاع يكون مفيش يد تلمس اللبن علشان أو مفيش يعني نقاط اتصال كتيرة بين اللبن من ضرع الأبقار إلى تنك اللي بنحفظ فيه اللبن، بمعنى ان انا ما احلبش وبعدين انقله الى تانك وبعدين انقل التانك الى مبرد وهكذا، لا، بيكون اللبن من ضرع البقره مباشره الى التانك اللي بنحفظ فيه اللبن، بالاضافه الى عمليه النظافه المستمره لضرع الحيوان وللمحلب ولمواسير الحلب علشان نصل الى عد بكتيري مناسب للمعايير المطلوبه في الالبان. واخيرا هنختم مع حضراتكم بهذا النموذج الرائع لمحلب عملاق عالي في يعني التقنيه ويكفي لحلب اعداد كبيره جدا من الابقار. هذا المحلب في بلدنا الحبيب والغالي المملكه العربيه السعوديه، باقه حب وتقدير لكل اهلنا في الأرض الحجاز المملكة العربية السعودية. زي ما احنا شايفين ده طبعا يتم فحص الأبقار قبل عملية الحليب للاطمئنان على ضرع الأبقار. إذا كان في التهاب طبعا لا يتم عملية الحلب ويتعامل علاجيا مع الأبقار. وبعد عملية الحليب بتتم عملية الحلب يتم النظافة زي ما احنا حضراتكم بتلاحظوا، النظافة المستمرة لأرض المحلب. طبعا كل شيء كمبيوترايزد ومجهز بتقنية عالية جدا، وهذا المحلب يساع أعداد كبيرة جدا من الأبقار. أرجو أن أكون أعطيت حضراتكم معلومة مفيدة في هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.